طيب دكتور احمد، احنا دلوقتي اللهم لك الحمد بعد 13 سنه بقى، وعندنا الحمد لله اكتر من 5 فروع. عندنا مستشفى للاطفال. وحضرتك كنت تتوقع في البدايه خالص ان احنا ممكن نبقى قاعدين نقول الكلام ده دلوقتي؟ لا بصراحة لا، يعني فضل ربنا. يعني احنا ما الواحد دايما بيبدأ صغير، وما تلاقي ربنا بيفتح لك أبواب الخير، تلاقي عشمك في ربنا بيزيد، مم. ورجائك في ربنا بيزيد سبحانه وتعالى. هل دي ممكن ناخد منها رساله للشباب الصغير بقى اللي هو لسه متخرج من الكليات، ان هو يعرف يعمل حاجه كبيره اه طبعا، طبعا. حتى لو معهوش امكانيات؟ اه، ما احنا زي ما كنا بنحكي كده ان نحلم بالحاجة، بس سبحان الله نحسب ان فريق البداية، يعني الناس كانت صادقة ان مولانا يتولى، تلاقي ربنا بيبعت لك، يقول لك فرش كامل جه، تلاقي مم. سبحان الله ان ربنا كرمك، وان تلاقي يعني انا ما كنتش احلم في يوم من الايام ان احنا كروح قاعدين في استوديو زي كده في المستوى ده وبنصور وبنعمل. فضل ربنا كبير بفضل منك الله. البدايه وعليه التمام. وربنا يبارك في شباب التصوير والله صحيح. مم. فعلا. انت تبدا بس ومالكش دعوه. ايوه. اهم حاجه زي ما حضرتك قلت كده ان احنا نبقى بس ايه اللي يبدا ده يبقى صادق. بس والحمد لله، يعني ازعم ان الشباب بتوعنا في الحمد لله في تخصصاتهم الدقيقه الحمد لله في روح الحياه في بني سويف. بيجي لنا ناس من محافظه الجيزه، وبيجي لنا من المنيا، وبيجي لنا من الفيوم، ومن محافظات اخرى. بفضل الله في حالات كانت بتجي لنا من اسيوط. مم. يعني اذكر في حالات الحمد لله ما شاء الله مبعوثه لنا اللهم بارك. بالاسم. مم. الحمد لله من اسيوط. والله انا بذكر اسماتنا بيننا وبينها كذا محافظه، ايوه. لكن يمكن الفيوم والمنيا وضواحي الجيزه دول قريبين منا، لكن بفضل الله كان بيجي لنا من اسيوط. طبعا اللي ما يعرفش روح الحياه، هي روح الحياه في بني سويف. اه في بني محافظه بني سويف. سويف. اه. فالحمد لله، وخصوصا إن بني سويف مثلا تعتبر محافظه يعني اقاليم. مم. اغلب الناس بيروحوا القاهره، لكن بفضل الله بيجي لنا من المحافظات التانية، فده فضل ربنا علينا. يمكن يعني الواحد احنا بنقول لهم احلم وان شاء الله ربنا هيكرم. بس بس الحلم بقى، إيه الفرق بين الحلم ان انا بحلم بنظر و... وان انا احول الحلم ده لواقع؟ ورقه وقلم وخطط، مم. مستعينا بالله. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. اعد العده وتوكل على الله.